يعطيكم العافية ويا هلا فيكم. ورمضان قريب والله، إن شاء الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله. لكن عندي ملاحظة بسيطة. الملاحظة، شوف الآن قبل رمضان، الآن احنا في شعبان، ما باقي شهر رمضان، لكن قبل بعد العالم ازدحامات على المجمعات والسوبر ماركت. يا الله، أمة محمد ما يسمعون تخفيض فينا راحوا، ما يسمعون حاجة راحوا، ويشترون أشياء ويخزنونها في البيت، وغير الخضروات بعد اللي تخزن. يا أخي ترى في بعض الأشياء تخزن أسبوع، أسبوعين، شهر، 4 شهور، مو تخزنها على طول سنة وسنتين. وين قاعدين؟ وبعدين حس لجارك، جارك مسكين، أنت تروح تشتري من السوبر ماركت ب2000 ريال وجارك مسكين ما يقدر يشتري إلا ب100 ريال. تشتري جميع الأنواع، لا والأدهى من ذلك على سفرة الطعام 60,000 نوع، وجارك مسكين ما عنده إلا تمر ولبن ورز أبيض. حسوا شوي، بدل ما تصرف أنت 2000 خذ اللي يكفيك. يعني ما بيطير الأكل، ما بتخلص الأسواق، كل شيء موجود، لكن جارك اهتم فيه. وين أيام الأول لما كانوا أجدادنا وجداتنا هذه تسوي هريس، هذه عصيدة، هذه فريد، هذه قيمات، يتبادلون الأطباق الصحون. الآن تودي صحن لجارك، أول حاجة شنو قاعد تتشمم النعمة أنت؟ أو إذا أكل ما عجبه ما في سكر، يا أخي قول شكرا، قول الحمد لله. ليش أنت هاللون؟ وليش أنت كذا؟ المرة مسكينة تتعب في المطبخ، خفوا عليها شوي. وانت يا أختي الله يحفظك، ويا أمي وكل خواتنا اقتصدوا شوي. صح الكل يبغى يتفنن في الطبخ، هذا بالعكس شيء مطلوب، لكن مو 60 طبق على السفرة. قللوا شوي وحسوا بجيرانكم، وارجعوا لحق أيام أول تبادلون الأطباق. يا حلاوتها والله، قد حلوة. يعطيكم العافية والله يوفقكم، وعليكم بقراءة القرآن في شهر رمضان، في كل الأشهر. ليش رمضان بس؟ في كل الأشهر، كل الأشهر الله عباده، فلا تتخلى. والله يوفق. وإذا زعلان على خويك روح راضيه وصفي النية. وانتي بعد وأنا يجب أن نكون إيد واحدة وبعض، ونحافظ على الناس الطيبة والناس الحلوة. حبايبي يعطيكم العافية، وعيدها يا مخرج.